تعالوا كده النهارده نعمل ان شاء الله مع بعض الكشري المصري بطريقه تكون بسيطه جدا. العيد ما ينفعش يعدي من غير الكشري المصري، والكشري المصري اكله جميله جدا بعد الصيام. حاجه كده تفتح النفس، لان انتوا عارفين لسه برضو ما ابتدناش الاكل بتاعنا العادي، لسه المعده برضو تعبانه شويه. فان شاء الله كده هنعمل الكشري المصري حاجه تفتح النفس كده، هنعملها بطريقه تكون بسيطه وسهله وسريعه. عملته قبل كده معاكم على القناه، بس برضو مهما كان يعني كل مره كده بنتحدث شويه شويه في التصوير وفي الإضاءة وفي، يعني شايفة ان الفيديو النهاردة كده احسن من قبل كده. ان شاء الله كده الطريقة هتكون بسيطة وهتعجبكم وهتنول اعجابكم ان شاء الله. هتبسطي الامور على نفسك هتعمليها. احنا عارفين ان التفاصيل الكشري المصري تفاصيل كتيرة جدا وحاجات كتيرة، بس النهاردة ان شاء الله هنعملها بطريقة بسيطة قوي قوي. وشوية الرز اللي احنا بنعملهم مع بعض دولت حاجة كده تتاكل حاف لوحدها، يعني غير الكشري المصري. لو في اي يوم حابة تعملي كشري جنب منه شوية بطاطس كده مقليين، لو عملتي طبق الرز ده هيبقى معاكي، هيفرق معاكي كتير قوي وطعمه جميل جدا جدا. يعني اكلتين في اكلة كده. بس طبعا احنا عارفين الكشري المصري في ناس بتحب تحت منه الرز وفي ناس بتحبه مكرونة بس اللي احنا هنعمله النهاردة هنعمله بطريقة المحلات، ودي الطريقة بتاعت المحلات بالظبط بالظبط كده. خليكم معايا كده، هنعملها بطريقه تكون بسيطه جدا وسهله، والطبق اللي انتم شايفينه ده هنشوف تفاصيله كلها هنعملها مع بعض. بس لو وصلت معايا لغايه هنا كده يا ريت ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعلي معايا زر الجرس. ان شاء الله فيديوهاتنا بتكون بسيطه وسهله كده على قد ايدينا وعلى قد تكلفتنا. لو بتشتري كميه الكشري اللي انت شفتيها في اول الفيديو دي هتكلفك كتير جدا. انت هتعمليها ب2 كيلو مكرونه، وكمان دي مش الكميه كلها، ده كان في كميه تانية لسه، بس انا فضيت الكميه اللي كانت هتتاكل في التوقيت الحالي. هنصلي كده على رسولنا الكريم ونسلم كده على حبايبنا، وكل سنة وانتم طيبين. وكده خلاص خلصنا اجازة العيد، بس يمكن متأخرة شوية في الكشري المصري، بس على بال كده ما خلصنا بقية التفاصيل اللي كانت معانا. اول الكشري المصري كنا الاول بنعمل كل حلالنا مرة واحدة، والنهاردة ان شاء الله مش هنحاول ان احنا نوسخ يعني حلل كتير ولا حاجة، هنعملها برضو بطريقة حلوة. اول تفاصيل الكشري المصري هي البصل. تمام. البصلة بترققيها على قد ما تقدري. تمام. ممكن هنا تحطي في البصلة دقيق، تبدرها كده بالدقيق، ممكن تحطي نشا، ممكن تحطي الاضافات اللي بتبقى تضاف. انا بحب ما احطش عليها اي حاجة خالص الا رشة ملح صغيرة وصغيرة، مش كتيرة، علشان التسكيرة اللي بتبقى في البصل دي تدي طعم حلو. معايا هنا كمية الزيت اللي انا هقلي فيها البصل، هحمر فيها كده البصل. وبتحمريه على النار بتاعه البوتاجاز العاديه خالص، بس بتيجي في اخر تكه كده وبتهدي النار شويه عشان ما يتحرقش منك ويمرر معاكي، يبقى طعمه حلو، يبقى لونه ذهبي جميل زي ما انت شايفاه كده. بتطلعيه كده على مناديل المطبخ زي ما انت شايفه كده علشان يصفي الزيت لو في لسه بواقي زيت خالص، تصفيها معاكي. وكده دي اول تكه، ويعتبر كده يعتبر الكشري في المرحله دي كده، يعني كل التفاصيل اللي باقيه بسيطه جدا وسهله ان شاء الله. كده هنستخدم بقى الزيت اللي احنا قلينا فيه البصل. تمام. اول حاجه هعملها كده، تاني حاجه بعد البصل هعمل الدقه معايا. والدقه هنا في اضافات تشيليها، في اضافات تحطيها، المهم دي طريقتي في الدقه. زودت عليها تكه بسيطه هي تكه الليمون، لان كنت اول مره ان انا احطها كنت بحط الميه والخل والثوم والكزبره والكمون، واكتر من كده ما كنتش بحط. بس النهارده ان شاء الله وتظبط الملح بتاعك. بس النهارده ضفت كده مكعب من الليمون اللي احنا كنا مفرزينه مع بعض، ادالها برضو طعم جميل جدا وحلو قوي قوي. بس ضفت كمان مكعب مرقه وبيديلها بصراحه طعم جميل. ممكن ان انت تستغنى عنه وتضيفي الملح بتاعك زي ما انت حابه، بس انا حبيت ان انا اعملها بالطريقه دي، طعمها حلو قوي قوي، وكل مره بعملها بنفس الشكل في نفس الحله. يا دوبك فضيت الدقه، وفي نفس الحله كده بدات ان انا اعمل الصلصه بتاعتي. انتوا عارفين ان الصلصه بتاعتي متفرزه. طلعت كده الصلصه، يا دوبك فكت كده من التلج بتاعها. حمرت، مش حمرت بقى، يعني يا دوبك ريحه التوم بانت، وهي التوم حاجه بسيطه جدا كميه، انت ممكن تستعجبي وتقولي كل طريقتك النهارده بالتوم ده كده القولون هيتعبنا، لا بالعكس خالص. حطيت الملح والكمون، وكان الاساسي معايا الملح والكمون والكزبره، ده اساسي النهارده الكمون والكزبره. وكده الصلصه بتاعتي خلاص خلصت، هسيبها كده تتسبك على جنب. هنا بدأت ان انا اعمل الشطة، وفي ناس بتعمل الصلصة جنب منها تحط كده شوية شطة وخلاص تمام، لا انا بحب اعمل الشطة الوحيدة، لان
دي بتبقى اختياري فيه يعني في ناس بتحبها سبايسي شويه. حبيت ان انا اعملها، نزلت كده بمعلقه هريسه شطه زي ما انتم شفتوا كده الطريقه بتاعتها، وكرنيب من الصلصه اللي احنا عاملينها دي مع بعض، ونزلت كمان بشويه من الدقه عليها. تمام. آه وكمان حطيت فيها معلقه شطه صغيره كده مليانه، علشان كنت حباها تبقى سبايسي شويه، تبقى حراقه شويه. هنا بقى ننزل برضو في نفس برضو الحله، يا دوبك بفضي كل المكونات بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، وهي حله واحده اللي بستخدمها. كده نزلت برضو ببصله متقطعه بشويه برضو زيت من زيت البصل، وحطيت معلقه هريسه شطه، ودي برضو حاجه اختياري براحتك، وسنه صغيره من الثوم. هنا بقى هشوح البصله كويس قوي قوي، لان انا معايا هنا نص كيلو كبده. حط عليه معلقتين خل يصفى من الدم بتاعه، وابتدي ان انا اعمله. اللي انتوا عارفين الكبده ما بتاخدش وقت، يعني على طول هي تقلبتين وبتبقى استوت. هنا هحط بقى ايه، يا دوبك تقلبتين كده، وهبتدي ان انا احط فلفل اسمر، واظبط الملح بتاعي، وكده يا دوبك تقلبتين اتنين وخلاص تبقى الكبده استوت معايا. هنا بقى ممكن تستغني خالص عن الكبده، يعني في ناس بتحب الكشري بالكبده، وفي ناس يعني ما بتحبوش. احنا بنعمل نص كيلو كبده بس بيكفي الكميه اللي انتوا شفتوها دي كلها. تمام. ودي حاجه زي ما قلت لك اختياري، في ناس بتحبه بالكبده وفي ناس بتحبه ساده. فاحنا بنحب من كل حاجه تفاصيل الكشري المصري بالذات تفاصيلها تبقى كل حاجه لوحدها، لان في ناس بتحب تحط لها حمص، وفي ناس ما بتحبش حمص، في ناس بتحب كبده وفي ناس لا. هنا على حسب التفاصيل. هنا معايا الحمص بتاعي، ده حمص كان باقي من العيد، من اللي احنا كنا سالقينه في العيد، فاشتغلت بيه. لو انت مش عندك هتبتدي ان انت تنقعيه. هو 8 كيلو حمص بس هيقضي معاكي الغرض. حطيت ايه، حطيت يعني هريسه من الشطه صغيره على فص ثوم كده صغير، يطعم معايا ويدي ريحه حلوه. نفس اللي عملته في الحمص، نفس اللي عملته في العدس بجبه. كان معايا ربع كيلو عدس بجبه، قسمته نصين، نص عملته كده زي ما انتوا شفتوه، والنص التاني حبيت ان انا احطه على الرز. الرز برضو بتنزلي برضو، يعني هو كله كميات بتكون ضعيفة، كميات تكون بسيطة. ربع كيلو رز، نص بتاع 8 كيلو عدس بجبة، وكمان تمن شعرية، بيعمل معاكي حلة في منتهى الجمال. هنا بقى اهم حاجة تشوحي الحاجة بتاعتك كويس. حمرت الشعرية، نزلت بالعدس بجبة تشويحة كويسة. نفس الحكاية الرز برضو لغاية ما بيفلفل معاكي زي ما انت شايفة كده. وحطيت حاجة بسيطة من هريسة الشطة والثوم، بيدي ريحة حلوة وطعم حلو. وبرضو المية يدوبك تغطي الرزاية، ما تكتريش عشان يبقى مفلفل معاكي وحلو. نزلت بمكعب مرقه وده اختياري، ونزلت بالملح بتاعي ظبطته. ويا دوبك زي ما انتم شايفين الميه يا دوبك مغطيه الرز، وفي دقايق هينشف معايا ويبقى معايا في منتهى الجمال. هنا بقى هوريكي كده هنقلب. وفايده التشويحه اللي احنا شوحناها كده لحاجتنا كلها ان ما بيلزقش، بتفضل لاخر حبايه معاكي في منتهى الجمال، زي ما انتم شايفين الحله من تحت عامله ازاي. وكده بنمشي تفاصيل الكشري كلها واحده واحده. اخر حاجه بتعمليها هي انك تسلقي المكرونه، دي اخر حاجه. وهنا لو انت عامله كميه كبيره، حاولي سلقه المكرونه دي تخليها اخر تكه خالص، او اسلقي على قد الكميه بتاعتك. يعني لما تكوني تفاصيل الكشري المصري كلها انت عاملاها ومجهزاها، ومثلا عملت شويه المكرونه على قد الاكله، وحابه ان انت تاني يوم تاكلي منه، هتسلقي المكرونه على طول وهتعمليها تبقى معاكي في منتهى الجمال. هنا بقى بتسلقي المكرونه بتاعتك سليق كامل، ومعانا تكه بسيطه جدا، هي بواقي بقى برضو الزيت اللي احنا كنا بنستخدمها كده اخر حاجه في الزيت. بدات ان انا احط فيها معلقه صغيره من الثوم، ودي حاجه اختياري براحتك خالص، يعني ما تقلقيش من الثوم خالص، مش هيعمل لك اي حاجه نهائي، ويبقى الاكله في منتهى الجمال. حتى لو مثلا بيتعبوا او بطنهم بتوجعهم او القولون بيتعبوا، ما تقلقيش من الثوم خالص، مش هيضر في اي حاجه خالص، لان احنا مستخدمين كمون وكزبره معانا. انا ما بحمرش التوم ولا حاجه، يعني هي يا دوبك زي ما انتم شايفين، يعني يا دوبك ريحتها كده طلعت واخده لون خفيف خالص. وبدات ان انا انزل بقى على المكرونه ممكن تشطفيها شطفه خفيفه، وممكن تسيبيها زي ما هي. بس لو شطفتها شطفه خفيفه وبدات انت تنزلي بالزيت، هتفضل معاكي من اول حبايه لاخر حبايه، ما تمسكش في بعضها نهائي. هنا بقى بنجهز كل حاجتنا مع بعض. هنا عملنا الدقه، عملنا الشطه، عملنا الصلصه، وبدأنا نغرف الأطباق بتاعتنا. انتوا عارفين الكشري المصري ما بتحبش ان هو ايه، يتغرف كله مرة واحدة، لا كل واحد بياكل كده بالطلب. لان كل واحد زي ما قلت لك ليه تفاصيل معينة.
تمام. في اللي ما بيحبش يحط رز، وفي اللي بيحب يحط كل اصناف الكشري المصري، وفي اللي بيحب الكبده، وفي اللي ما بيحبهاش، في اللي بيحب الحمص، وفي اللي بيقولك لا ما تحطوش حمص. فبتبقى معاكي وبتعملي على حسب كل واحد محتاج ايه. بتفضيه بالشكل اللي يعجبك واللي انت ترتاحي له. بس احنا عارفين كلنا ان العين بتاكل قبل البق، فبنحاول ان احنا على قد ما نقدر كده نعمل تفاصيل الطبق زي ما بتشتريها من بره، او يمكن احسن كمان شويه. عارفين ان الطبق ده احنا بنبقى نشتريه في الفويل كده، اللي احنا شايفينه الاطباق الصغيره اللي بتبقى فويل ديت، عارفينها احنا كويس. انا هوريكم طبق منها دلوقتي وهنفضيه وهنعمله مع بعض كده برضو. ما بيبقاش محطوط عليها كل التفاصيل اللي احنا حاطينها ديت، ده بتبقى حاجات بسيطة خالص وقليلة جدا. والطبق ب30 جنيه، يعني حاجة بقت صعبة جدا. انت لو عملتيها في قلب البيت هيوفر عليكي عشان تأكلي العيلة دي كلها، فعايزالك ولا 500 جنيه، لا بالعكس انت هتعمليها في قلب البيت وهتوفري كتير جدا. وانتوا عارفين كل حاجة اللي احنا عاملينها دي تفاصيلها واسعارها واحتياجاتها، وزي ما قلت لك هتوفري كتير. ده الطبق اللي انا بقولك عليه. بيبقى كبير شوية، انا ما كانش عندي المقاس ده فحبيت ان انا اعمله كده. ويا رب ده الشكل يعجبكم وينول اعجابكم. اكلة جميلة جدا، بتوفر معاكي كتير وبترمي معاكي كمية كبيرة جدا، بتنفع في العزايم وبتنفع في اي وقت. واشوفكم في رعاية الله وفي حفظه وفي امانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.